التانية اسينسيو ما يرحمش فيها وبيحط هدف اجمد من الهدف بتاع الذهاب. وبصراحة اسينسيو مع زيدان كان عامل نسخة انفجارية، والريال بيسجل الهدف الاول على برشلونة. البارسا بترد بانفراد لميسي اللي نادرا لما بنلاقيه بيعمل لقطة زي دي وبيضيع هدف على البارسا. بيرد كروس بكرة جنب القائم اليمين. الريال اخطر ولوكاس فاسكيز بيحط كرة رايقة وبتخبط في العارضة وبتخرج لحد ما يجي بنزيما وبيستلم كرة في وسط سرحان من دفاعات برشلونة وبيحط هدف تاني في شباك تير شتيجن، وريال مدريد بتقتل المباراة رسميا. ليونيل ميسي كان حظه وحش في المباراة وبيحط كرة مكانها كان في الشبكة بس بتخبط في العارضة. بنزيما بيرد بكرة صاروخ بيخرجها تير شتيجن بالصدفة، اللي بعدها بيضيعها سواريز وبرشلونة خلاص مش هتسجل. زيدان تقريبا كان مخاوي وكرة بيلعبها ميسي وبتروح لسواريز والجول فاضي وبيحطها براسه بس بتخبط في العارضة وفي حاجة غلط، وكان لازم المباراة تخلص على كده. لايك واستناني في ملخص تاني يا كينج.